أيها الأحبة في الله، ما وثق أحد بالله فخيبه الله، ولا أيقن عبد بالله جل جلاله إلا كان له الله. فكم من أمور نزلت بالإنسان وخطوب أحاطت به ولم يجد غير الله مجيبا ولا مفرجا لها مستجيبا. فاليقين بالله هو حلاوة الإيمان، وألذ ما تكون الساعة إذا عمرت القلوب باليقين بالله عز وجل. أحبتي في الله، ما أيقن الإنسان بالله عز وجل وخيبه الله سبحانه. ولو أنه جاء إلى الله بذنوب بلغت عنان السماء وقلبه يقين بالله ما خيبه الله. أما الحالة الثانية التي يظهر فيها يقين الإنسان إذا نزلت به المصيبة، ولذلك يصاب المؤمن في نفسه ويصاب في أهله ويصاب في ولده، وتأتيك تلك الساعة، يأتيك ذاك الخبر المزعج المؤلم على قلبك وفؤادك، فتخبر بابن فقدته أو ابنة حرمتها أو أب أو أم عزيز عليك أو صديق وفي لديك، فتقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وقلبك كله يقين أن الخلف والعوض من الله رب العالمين. والله ما أصيب إنسان في نفسه أو في أهله وولده أو في ماله أو في أي شيء عزيز عليه واعتقد في قلبه أن الله يعوضه إلا عوضه الله عز وجل. أبدا لا يكون في قلب الإنسان مثقال ذرة من سوء الظن بالله. ولذلك أحرص ما يكون الشيطان في مثل هذه المواقف. وتجد المؤمن إذا أصابته المصيبة يأتيه الشيطان من كل حدب وصوب لكي يخيب ظنه بالله. يقول له لو كنت مؤمنا ما ابتلاك الله بفقد ولدك، ولو كنت مؤمنا ما ابتلاك الله بفقد بنتك، ولو كنت مؤمنا ما ابتلاك الله بفقد مالك، ولو كنت ولكن ما أحسن عبد ظنه بالله فخيبه الله أبدا. إياك أن يدخل إلى قلبك مثقال ذرة من سوء الظن بالله عز وجل، فلعل المال تفقده فتخرج منك كلمة عند الفقد تثني بها على الله، يحبك الله حبا لا سخط بعده. وقد يرفعك الله بهذه الكلمة إلى درجة لا تبلغها بكثير صلاة ولا صيام، ولو كانت المصيبة مهما بلغت من الأموال والأحفاد. ولذلك كان يقول بعض العلماء كلما اشتد البلاء كلما كان اليقين أكمل من الإنسان وكان الفرج قريبا. أول ما يفكر فيه الإنسان إذا نزلت به المصيبة أو حلت به البلية أن يتجه إلى الله وحده لا شريك له. فكلما اشتدت عليك المصائب وأحاطت بك الديون والهموم والغموم فاعلم أن الله قريب منك. ولذلك انظر إلى كفار عبدة الأصنام بعيدين عن الله عز وجل، يستغيثون بغيره ويستجيرون بغيره، لما أصابهم الضر في البحر وضل عنهم كل شيء سوى الله فقالوا لا إله إلا الله فرج الله كربا باليقين. فكلما قوي يقين الإنسان واشتدت عليه المصائب والمصاعب والمتاعب فليعلم أن الفرج قريب. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعمر قلوبنا وقلوبكم باليقين به، وأن يجعلنا وإياكم من أهل اليقين الذين أوجب لهم درجات النعيم.